اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أحلى اخوات وأحلى متابعين وأحلى عيلة؟ عاملين ايه يا رب؟ أتمنى ان انتوا تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال وراحة بال. اللهم امين يا رب. قولوا امين يا حبايبي كده. واول حاجة عايزاكم تنزلوا كده وتسيبوا لي كومنت تصلوا بيه على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وطبعا ما تنسونيش بقى في اللايك، امانه عليكم ما تنسوش ان انتوا تعملوا اللايك، لان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو معانا، هو اللي بيخلي ان اليوتيوب هو يقترح كده الفيديو بتاعنا. وانت ما عملتيش اشتراك بتمنى بانك تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على علامه الكل، عشان كل ما انزل حاجه جديده يوصلك مني كل جديد. وطبعا يا حبايبي لو انت لسه جديده معانا خدي كده جوله، واهلا بيكي ومنورتيني وشرفتيني في قناتي، وان شاء الله قناتي تعجبك. ويلا بقى نسمي الله ونتوكل على الله ونبتدي الفيديو النهارده بتاعنا. معانا روتين جامد جدا النهارده ومكملين في تنظيفات الشتاء بقى، وزي ما انتم شايفين كده ده كان تاني يوم النطره. انا هنا كنت بوريكم الشارع بتاعنا بقى كان متبهدل خالص، يعني كان كله بقى عايزه اقول لكم النطره اديتها جامد جدا يعني. والحمد لله انا كنت لميت السجاد بتاعنا وكنت لميت البطاطين، كان ليا اخر بطانيه كانت منشوره على الحبل في نفس اليوم ده. بس الحمد لله ان انا قمت الصبح كده لميتها على طول، ويا دوبك انا خلصت ولميت حاجتي. والمفروض ان انا كنت هفرش الشقه بقى في نفس اليوم ده، لقيت الجو بقى قلب والجو والنطره كانت شديده جدا، حتى كان بتنطر تلج يعني. الحمد لله. وطبعا ما فرشتش بقى في اليوم ده، قلت بقى انا طبعا كنت سايبه كل حاجه عشان خاطر كنت هنفض البلكونه. زي ما انتم شايفين كده انا طبعا كنت نشره البطاطين ونشره السجاد بتاعنا، ما كانش ينفع انفض وافرش الشقه الا لما اخلص اول حاجه البلكونه، وعشان كنت عايزه انفضها، انفض الشيش كده بتاع اوضه كده البنات، والشيش بتاع كده البلكونه نفسه كمان كان عليه برضو التراب، بقاله برضو كام يوم ما كنتش عملته و... واكنسها يعني وامسحها حلو. مع ان انا كنت مسحاها قبلها بيوم يوم كده النطره. طبعا كنت مصوره لكم في فيديو كده النطره، كنت برضو لما اتبهدلت بقى النطره كانت بهدلت بقى البلكونه، رحت مسحتها كده اول باول على طول. وكانت بايته البلكونه الحمد لله كانت نضيفه. بس كان تاني يوم بقى رحت منفضاها، وسبحان الله كان تاني يوم دوت اليوم طالع جميل، والشمس كانت طالعه فيه مشمسه كده وحلوه، والجو كان يعني دافي كده وحلو، وكان حر كمان يعني. هو الجو مقلوب الايام ديت، يعني شويه حر وشويه تحس بسقعه، يعني الحمد لله على كل حال. احنا طبعا قلت بقى زي ما انا ما قلت لكم كده، كنا الحمد لله اللي ما شافش بقى الفيديوهات اللي فاتت يروح كده يشوفها. كنا غسلنا بقى السجاد بتاعنا وغسلنا البطاطين، وغسلنا كمان المخدات لاستقبال الشتاء بقى وكده، عشان نبقى كل حاجة في بيتنا تكون نضيفة، ونستقبل بقى الشتاء بتاعنا. تعرفين طبعا الشتاء بيبقى فيه الجو بيبقى مقلوب بقى ومنعرفش نغسل فيه اي حاجة. طبعا نستغل بقى الايام ديت، وطبعا الحمد لله غسلنا كل حاجتنا الحمد لله، وعشان نفرش كل حاجة على يعني كده نظافة. وطبعا النهارده بقى هنفرش الصالة زي ما انا كنت بقول لكم على طول، بقول لكم رتبوا كده يومكم وما تكتروش عليكم الشغل. يعني النهارده انا استكفيت ان انا هفرش الصالة، وطبعا مع برضو كده البلكونة بتاعتنا نضفتها كويس جدا، يعني زعفتها ونفضتها زي ما انتم شايفين بعد ما لميت الحاجة بتاعتنا، وهنمسحها طبعا. ده عشان خاطر انا بقول لكم نظموا كده افكاركم ورتبوا كده حياتكم، دايما خدوا اولوياتكم كده وما تقلوش على نفسكم الشغل. طبعا زي ما انا دايما بقول لكم، واستعينوا بالله وانتوا شغالين كده على طول اذكار كده، وطول ما انتوا شغالين تخلوا الدنيا كده تهون من عليكم وما تحسوش بالشغلة وانتوا بتعملوها. دايما بقول لكم كده في كل فيديوهاتي، واللي طبعا ما شافش الفيديوهات بقى بتاعه تنظيفات الشتاء اتمنى يروح بقى كده يشوفها ويعمل لي لايك وكومنت كده حلو وكلمة حلوة تشجعني. احنا بقى كده ايه زي ما انا قلت لكم هنمسح بقى البلكونه. اه هي اصلا كانت نظيفه زي ما انا قلت لكم، كنت مسحاها قبلها بيوم، بس لازم بقى اديلها بقى التلميعه طبعا بتاعتنا بعد ما احنا طبعا نفضناها كويس وزعفناها. قلت كده امسحها بقى بالمره، وبعدين هخش بقى على بقى الصاله. وكان عندي كمان دور في قلب الغساله كنت حاطاه بالليل، هنجيبه برضو وهنشره، بس بصراحة مش انا اللي برضو نشرته، خليت بقى بنتي ملك قلت لها خدي انشريه انتي بقى وانتي واقفة كده تسلي كده فيه، ما انا لازم استغلهم برضو. هو اليوم ده كانوا قاعدين، لان طبعا كانت الشوارع كلها كانت طينة كانوا قاعدين بقى في اليوم ده،
وقُلت بقى إن هُم يساعدوني وأستغلّهم كده عشان خاطر يساعدوني برضه في فرش الشقة وكده زي ما أنتم عارفين، وربنا يا رب يخلّيهم ليّا يا رب وما يحرمنيش منّهم أبدًا، ويخلّي لكم أولادكم جميعًا، اللهم آمين يا رب. إحنا هنا بقى بدأنا في الصالة على طول زي ما أنتم شايفين كده، أنا بقى هنا كنت بالمّع الساعة دي، ما حدّش يتريق عليّا يا جماعة بعد إذنكم لو سمحت يعني. الساعة ديّة يعني من ساعة فرحي زي ما أنتم شايفين كده متجوّزة بيها يعني، فهي عزيزة عليّا، والله وكانت وقتها كانت هي يا جماعة كانت برضه شكلها حلو برضه وكانت يعني حلوة، وما زالت برضه حلوة في عينيّا. المهم إن أنا بنتي بقى بتتريق عليّا تقول لي: "يا ماما لا إما ترميها لا إما إيه، لا إما يا ماما تصلّحيها." فأنا قُلت لها: "عامةً هو في حد بيصلّح ساعات دلوقتي؟ يا بنتي دلوقتي أصلًا حتى السلوك بتاعتها اللي ورا واقعة خالص ويعني بايظة خالص، بس أنا حاطّاها ديكور بس كده يا جماعة، هي عاجباني وحاطّاها ديكور. عامةً ما فيش حد بيصلّح ساعات ولا بيهتم بالساعات دلوقتي يعني، أنا عامةً معايا كده التليفون باشوف الساعة كام معايا ساعة برضه في إيديّا على طول معايا برضه، يعني مش محتاجاها في حاجة، فأنا حاطّاها كده ديكور بس كده، وهي صراحة عايزة برضه عليّا زي ما أنا ما إيه قُلت لكم. طبعًا بنتي قعدت تتريق بقى عليّا وتقول لي: "لأ يا ماما ارميها لا إما تصلّحيها يعني، ما لهاش لازمة فارميها." قُلت لها: "لأ سيبيها كده أنا حاطّاها ديكور كده يعني." طبعًا أكيد كُلّنا في برضه في يعني بيوتنا في حاجة كده عزيزة عليكِ ما بتحبّيش ترميها ولا بتحبّي تهملي فيها، دايمًا بتبقى ذكرى. عرّفوني بقى اكتبوا لي كده comment وقولوا لي إيه اللي عندكم في شقتكم كده ذكرى حلوة محتفظين بيها، عرّفوني كده. المهم إن أنا بقى إيه، وإحنا كده بنتكلّم لمّعت كده الحيطة عندنا كانت عايزة يعني تلميعة كده هي ما كانتش وسخة أوي، بقيت أبِل كده القماشة عند يعني الحوض وآجي كده ألمّع كده الحيطة عشان إيه، يعني ما أبهدلش الدنيا معانا. وبعدين مسحت بقى الصالة كده زي ما أنتم عارفين برضه لامعة كده، لإن أنا برضه كنت كل يوم باشيل الشِرَت وباروح ماسحاها. طبعًا كانت الصالة كانت على طول مكشوفة، ما كنتش فارشة فيها برضه السجاد، يعني قعدت كده أسبوع يعني مكشوفة كده، بقيت كل يوم بقى باشيل وباروح إيه ماسحة، فهي أصلًا كانت إيه نضيفة يعني. وجبت بقى الستارة وبنركبها بقى، أنا عندي الستارة بتاعة اللي هي تقيلة شوية دي بتاعة الشتا، يعني رُحت بقى مركباها كده. ومسحت بقى الشفونيرة برضه لمعت الشفونيرة بتاعتنا ولمعت كده الكمبيوتر ولمعت كل حاجة، ما سِبتش أي حاجة أنا لمعتها وكمان الشاشة، يعني عشان خاطر أفرش على إيه، على كده نضافة، تكون الدنيا رايقة وتكون الدنيا نضيفة كده، حوالينا ما يبقاش في تراب ولا في أي حاجة. وهنا كنت فرشت بقى السجاد زي ما أنتم شايفين كده، وأنا هنا كنت باقول لكم إيه رأيكم في شكل كده الترابيزة اللي أنا جبتها حطيتها تحت الشاشة كده على طول، طبعًا هي ما كنتش حاطاها في الصالة هنا خالص أصلًا، وكنت حاطة تحت الشاشة كنت حاطة اللهم صل على النبي اللي هي الشيفونيرة اللي عليها الكمبيوتر، حاطاها تحت كده الشاشة على طول، فأنا لو حطيتها على بتاع المشاية مش هاعرف أشيل المشاية تاني اللي هي الطويلة اللي قدامكم دي، فأنا إيه الشاشة رأيكم كده كده؟ وجنبها كرسي عشان خاطر رجعت الترابيزة مكانها، عشان لما اجي اشيل كده الشريط اللي هو السجادة ده اشيله وانفض يبقى سهل كده عليا. طبعا زي ما انتم شايفين كده ده كان فرشنا بقى الصالة وجبت الشيلة رحت منفضاها وحطيتها. طبعا ربنا يكرمنا كده واعمل ركنة ان شاء الله، ادعولي بس كده يا حبايبي، ربنا يرزقنا ويرزقكم جميعا يا رب. وإحنا كده خلّصنا بقى الصالة الحمد لله، كمان الحافظة كانت نضيفة زي ما قُلت لكم غاسلين كل حاجة، والأوضة طبعًا بتاعتي، أوضة طبعًا النوم أنا طبعًا كنت فارشاها قبلها بيوم، وكنت مروقاها الحمد لله وفرشتها برضه ولمّعتها برضه، وأوضة بقى كده أوضة البنات برضه عملتها، بس إن شاء الله هانزّلها لكم في الفيديو الجاي إن شاء الله كده انتظروني، لإني طبعًا أنا ما عملتش ده كلّه في يوم واحد. عشان خاطر يعني إيه، ما اكدبش عليكم، لأ، يبقى أنتم كده مقسّمين كده يومكم، يعني حاجتين كده في قلب الشقة، وبعدين نخش نعمل بقى الغدا بتاعنا، قسّموا كده يومكم ورتّبوا أفكاركم كده عشان يبقى يومنا فيه بركة ومليان طاقة ونشاط كمان، وربنا يجعل البركة في يومنا اللهم آمين يا رب. كده إحنا بقى إيه، عملتوا له لايك والّا لسه؟ يالّا يا حبايبي، حبايب قلبي غاليين حطّوا لي اللايك يا حبايبي. وما تستخسروش عليَّ، يعني ما تبخلوش عليَّ عشان أنا باتعب جدًا وباحبكم جدًا، وتابعوني بقى واعملوا لي بقى إيه لايك وcomment كده حلو.
إحنا دخلنا بقى على المطبخ، قُلنا بقى كده إيه، أنا كنت جايبة بتنجان، ما كنتش جايباه يعني كان عندنا بقى اليوم النهارده ده أنا طبعًا ما نزلتش وكنت مسوّاه قبليها. فأنا دلوقتي بقى إيه، هنسلقه، رُحت جايبة بتنجان، رُحت غسلته ورُحت شاقاه من النُص كده، ما تخلّيش وأنتِ بتشقيه ما تخلّوش يوصل ولا لفوق ولا لتحت، خلّي الشقة تكون في نُص كده في نُص كده البتنجانية، عشان خاطر ما يبقاش مهري معاكِ، وضِفت معلقة كبيرة ملح ومعلقة صغيرة سُكّر. ليه بنحط السُكّر؟ عشان يحافظ على البتنجان يكون ليه قرشة كده وأنتِ بتاكليه. خليكِ معايا وأنا هاقول لِك إزاي تاكلي أحلى مخلِّل، أحلى بتنجان مخلِّل جميل جدًا. وكمان وإحنا بنسلقه ما تسلقوش أوي، يعني ما تخلّوهوش، يعني ما تسيبوش في قلب المَيّة كتير وهو بيتسلق، يا دوبك هو بيقعدش كتير، يعني من 5 ل7 دقايق، ما بيقعدش كتير يعني، أو على حسب كمية البتنجان بتاعتِك، بس عامةً هو مش بياخد وقت. تمام كده، خليكِ معايا وأنا هاقول لِك إحنا هنعمل إزاي البتنجان بتاعنا النهارده. وكمان قُلنا بقى إيه، قشّرت كده وخرّطت بصلاية كبيرة، ورُحت نازلة بالحلة كده معلقة كبيرة من الدهن. طبعًا أنا عندي دهن كنت مسيّحاه، كان عندي يعني كمية كده حلوة وكنت مسيّحاه، وطبعًا باحب أطبخ بيه. وفي ناس مش بتحبه، بس أنا باحب أطبخ بيه، بيبقى طعمه جميل جدًا، بيخلّي طعم الأكل حلو، وخصوصًا كمان لو هاعمل كمان ملوخية بتبقى جميلة جدًا. أنا بقى كده إيه، البصلة بتاعتنا خدت لون، تمام، ورُحت إيه، حطيت بقى حبة كمون وحبة فلفل أسمر وحبة كمان كزبرة، وكنت مجهزة بقى نُص كيلو شفشق كده طماطم حلوين كده زي ما أنتم شايفين، عشان أنا هاطبخ إيه، أنا هاعمل بقى بطاطس مطبوخة مكعبات، بقى لي كتير ما كنتش عملتها، وبصراحة كان يعني نِفْسي آكل الأكلة دي، لإن على طول باعملها في صينية، بتكون بقى معاها فراخ، تكون معاها لحمة. طبعًا إحنا بقى النهارده الحمد لله ما فيش ولا فراخ ولا لحمة، ومش معنى كده لازم نعمل بقى الأكل بتاعنا يبقى حلو ونخلّيه أحلى من الفراخ واللحمة كمان، ونقول الحمد لله وربنا يا رب يدوم علينا نعمة. إحنا هنا كده البتنجان بتاعنا زي ما أنتم شايفين أهو، يا دوبك أنا قلّبته تقلبتين بس كده مش كتير، وبعدين هو استوى معانا، زي ما أنتم شايفين كده. هنشيل بقى البتنجان بتاعنا وهنحطه في مَيّة من قلب الحنفية على طول، ونسيبه في قلب المَيّة عشان يبقى ماسك نَفْسه كده وما يبقاش مهري معانا وما يبقاش مكرمش كده وأنتِ بتعمليه. فأهم خطوة إن أنتِ تروحي مطلّعاه من المَيّة الساقعة، تحطّي فيه مَيّة من قلب الحنفية على طول. إحنا هنا بقى كانت خلاص، كانت التسبيكة بتاعتنا كانت خلاص قرّبت هتتسبِّك، نجهّز بقى البطاطس بتاعتنا اللي إحنا هنحطها عليها. طبعًا البطاطس دي البطل الأساسي في كل بيت، لازم يكون في كل بيت يكون فيه بطاطس، يعني لازم يكون فيه بطاطس، يعني بنستخدمها في كل حاجة صراحة يعني. أنا باسميها البطاطس المنقذة، يعني لو محتاسة أوي ومش عارفة تعملي أكل إيه، هتحمّري طاسة بطاطس اللي يعني كده ولادِك، و بطاطس محمّرة أقصد، ومثلًا مكرونة جنبها أو بيض أو أي حاجة، برضه صينية بطاطس في قلبها لحمة في قلبها فراخ، بطاطس مكعبات زي ما أنا عاملاها كده، أي حاجة يعني. هي البطاطس يا جماعة داخلة في أي حاجة والله العظيم بجد، حاجة كده يعني حاجة حلوة والله العظيم بجد، أنتِ تلاقي أكلة تصنّفي فيها كل حاجة، هتمشّيها شعبي معاكِ في بطاطس مهروسة، بطاطس محمّرة، تمشّيها في أي حاجة، طبعًا جاية في أي سكة معاكِ. والبطاطس دي يعني برضه مع جبتِ لحمة تعمليها في صواني، حلوة برضه البطاطس يعني، ربنا يديمها علينا نعمة يا رب، بس هي ترخص بس شوية، اليومين دول واقفة على الكيلو ب10 جنيه، تهدى بس كده شوية علينا. لأن أنا زي ما أنا ما قُلت لكم، هي الأساسي في البيت، يعني لازم تكون في بطاطس في البيت عندِك، لو مزنوقة برضه زي كده هتقدري تعمليها، تقدري منها تعملي أي حاجة، ربنا يديم علينا نعمة بس كده ويهدّي شوية الحاجة، لإن الحاجة غالية أوي الأيام ديّة في السوق، وربنا يرحمنا برحمته، اللهم آمين يا رب. يالّا يا حبايبي كده يالّا شجعوني يالّا، اللي لسه ما عملش اللايك ينزل يالّا يحط لي اللايك ويشجعني كده بكومنت حلو. ولو أنتِ لسه جديدة خدي كده جولة عندي. أنا هنا بقى كان عندي شوربة، قُلت أستغلها بقى، عندي حبة شوربة كده كانوا في قلب كده التلاجة، قُلت إيه أعلّق عليهم أخلّيهم يغلوا عشان هاعمل بيهم أحلى حبة رز بشعرية جنب البطاطس الجميلة بتاعتنا دي. أنا هنا كنت سقطت بقى البطاطس زي ما أنتم شايفين كده، وضِفت بقى ملح وضِفت كمون وفلفل أسمر. أهم حاجة يا جماعة لمّا بنيجي نطبخ الروح الحلوة، وكمان تخشي تعملي الحاجة بحُب كده الأكل بيطلع جميل جدًا، يعني مش شرط تكلّفي أكلة بقى عشان خاطر يعني تكلّفي الميزانية بتاعتِك عشان خاطر تاخدي أكلة حلوة وكده، لأ، خشي المطبخ كده بحُب واعملي الحاجة بحُب كده تحسّي إن الحاجة طالعة، والله لو أبسط شيء الحاجة بتبقى جميلة جدًا، كفاية إن أنتِ عاملاها بحُب كده
و وبسيطة، بسيطة في الحاجة بتاعتِك يعني. ربنا يا رب يرزقنا ويرزقكم جميعًا. إحنا هنا بقى كده كانت البطاطس بتاعتنا كنت زوّدتها مَيّة من قلب الكاتل وكانت داخلة بقى على سِوَى، رُحت نقلتها في العين اللي في النُص ديّة عشان هنحمّر الشعرية ونعمل أحلى حبّة رُز بشعرية بقى بالشوربة بتاعتنا الجميلة ديّة. زي ما أنا قُلت لكم بنستغل كل حاجة، إحنا ما بنرميش أي حاجة يا جماعة. لو عندِك حبّة شوربة ما ترميهاش، حُطّيها في حلة زي ما أنا عاملة كده وحُطّيها في قلب كده التلاجة ليها عوزة، مش هتحتاجيها دلوقتي خالص في كيس وحُطّيها في قلب يعني كده الفريزر هتحتاجيها برضه. المهم ما ترميش الشوربة يعني حرام، استغلّيها في أي حاجة. زي ما انتم شايفين كده انا بسقي بيها الرز. الرز بقى بيطلع معانا مفلفل وجميل. وبرده لازم اقول لك على تركية، ما تيجي تعملي رز او مكرونه وهتسقيها شوربه لازم تزودي ميه. يعني لو هتحطي كوبايتين شوربه يبقى تحطي كوبايه ايه، ميه مغليه من قلب الكاتل كده على طول. تمام. لازم نحط شوربه نحط ميه برضو يا جماعه عشان الرز بتاعك ما يبقاش ناشف وما يطولش معاكي وانت ايه بتسويه. وطبعا احنا هنا مش طبعا بنعاير، انا طبعا بحط يعني كده البركه، مفيش احسن ايه من بركه ربنا. كده بقى البطاطس كنا معلقين عليها والرز كان هيتشرب بس وبعدين هنوطي عليه النار. هنا بقى البتنجان زي ما انتم شايفين كده شلته من قلب بقى الميه زي ما انتم شفتوا كده معايا. لازم نحطه في قلب الميه زي ما انا ايه قلت لكم. احنا هنا بقى بنجهز كده التتبيله بتاعت كده البتنجان بتاعنا الجميل النهارده. وجهزت بقى الكام فص توم كده وحطيت عليه الدقه اللي مشكله من كل حاجه. طبعا عملتها معاكم قبل كده كذا مره، مشكله من كل حاجه: ملح، كمون، فلفل اسمر، كزبره، كمان بحط فيها كيبه صيني وبحط كمان شطه. تمام كده. وبضيف بقى قرن فلفل اخضر كده زي ما انتم شايفين. طبعا قرن الفلفل دوت بارد مش حراق خالص. لو انتوا بقى عايزين الحاجه البتنجان بتاعكم يكون حراق حطوا بقى ايه شطه بقى خضر تكون حراقه بقى اللي هي بقى البلدي. لكن ديت بارده. انا كده دقيت بقى الثوم بتاعنا وضفت عليه بقى حبه زيت. تركايه الزيت دي جميله جدا ومهمه جدا معانا. وضفت حبه خل كده حلوين وضفت بقى الليمون بتاعنا زي ما انت شايفة كده. دي كده الدقة بتاعت بقى البتنجان بتاعنا النهاردة جميلة جدا. وتركاية الزيت بقى اللي احنا حطيناها دي بتخلي كده البتنجانية معاكي تكون لامعة وتكون جميلة جدا، ليها طعم كده حلو وبتلمع كده معاكي ما تبقاش لونها مطفي. انا بقى كده ايه هفتح بقى البتنجان زي ما انتم شايفين كده وهنشيل كده القمع بتاعه. وهنبدأ بقى ان احنا نحدق بقى البتنجان بتاعنا. وعايزة اقولك البتنجانية ماسكة نفسها جدا وجميلة وليها قرشة كده حلوة كده عشان احنا مش مسوينه قوي. تمام. انت ممكن تعملي بقى كمية كده كبيرة وتحطيها في قلب علبة وتشيليها عندك في قلب كده التلاجة. وقت ما تيجي عايزاها على يعني كده الاكل على طول تطلعي بتنجان المخلل بيبقى جميل معاكي. ان شاء الله نجيب كمية كده حلوة ونعملها مع بعض ان شاء الله. بس هو يرخص بس شوية، ولا انا كنت جايبة الكيلو ب10. ما انا بقول لكم ان الحاجة غالية الايام ديت في السوق. فين أيام زمان كده لمّا كانت الحاجة رخيصة كده والواحد كان بيجيب الحاجة وكان بيجيب الحاجة يعملها مخلِّل. كان بيخلِّل حاجات كتيرة أوي. يعني كنا بنخلِّل كل حاجة، الليمون كنا بنجيبه نخلِّله، البتنجان كنا بنخلِّله، الفلفل، كل حاجة كانت بتبقى رخيصة. دلوقتي كل حاجة الكيلو فيها ب10 جنيه أقل يعني حاجة. يعني ربنا يا رب يرحمنا. زي ما أنتم ما شايفين كده أدي كده البتنجان بتاعنا. بسم الله ما شاء الله. اتفضلوا بقى معانا. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ما تنسونيش بقى يا حبايبي في دعوة حلوة منكم ولايك وشير واشتراك في القناة وانتظروني بكرة بإذن الله.